الدهون بتتكون في جسمك لما السعرات اللي بتدخل أكتر من اللي جسمك بيحرقها. ساعتها الجسم بيحول الفائض لطاقة مخزنة على شكل دهون علشان يستخدمها بعدين. المشكلة مش في الدهون نفسها، المشكلة في الاستمرار على فائض سعرات من غير حركة كفاية. كمان ارتفاع الأنسولين بسبب الأكل المتكرر الغني بالسكر والدقيق الأبيض بيخلي الجسم يفضل التخزين بدل الحرق. قلة النوم والضغط العصبي بيرفعوا هرمون الكورتيزول، وده بيزود تخزين الدهون خصوصاً في البطن. غير كده ضعف الكتلة العضلية بيقلل معدل الحرق، لأن العضلة بتحرق طاقة حتى وانت مرتاح. ومع الوقت لو الأكل عالي السعرات والحركة قليلة، الجسم يتعود على التخزين ويبقى حرق الدهون أصعب. الحل مش حرمان، الحل توازن: أكل منظم، بروتين كفاية، حركة، نوم، وتقليل السكريات. لما تظبط الحاجات دي جسمك يبدأ يحرق بدل ما يخزن. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.